ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واتمنى من الله عز وجل ان انتوا دايما تكونوا بخير. واتمنى منكم لو اول مره تشوفوني تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس واضغطوا على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده النهارده الجمعه، ربنا يجعلها جمعه مباركه عليكم وعلينا وعلى امه محمد اجمعين. قادر يا كريم. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وبركه. قادر يا كريم، ويديمها علينا بالستر. قادر يا كريم. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده جايبه فرختين. هتقولي لي بقى جايبه فرختين ليه يا ام عمر؟ هقول لكم خلوا فيها لله. انتوا عارفين طبعا ان انا نزلت شغل، وطبعا ده اول قبض ليا. في اول قبض ليا انا كنت قلت ايه، اخلي فيها حاجه لله. فانا جبت فرخه لنا وفرخه تانية رايحه ايه لاصحاب نصر. فانا النهارده بنضف الفراخ وهطبخ، والفرخه التانية هتروح لاصحاب نصر. بس انا بعمل بقى الفيديو ده ليه؟ علشان خاطر اوريكم الحته دي. في بنات كتير بتشك من زفره الشرب. اولا دي اسمها زلموكه، ديت هي بتكون شايله الزفره كلها، لازم نقطعها. وفي حته جوه كده اللي هي بتبقى مدوره تحت فتحه البراز. الحته ديت بتبقى حته زنخه، لازم نشتلها كده خالص علشان خاطر بتبقى زفر. زي ما انتوا شايفين كده، ما نخليش حاجه هنا خالص كده. اي حته جلده زياده نشيلها. ولو انت شاكه فيها وحابه تقطعي الدايره دي خالص اقطعيها، دي حاجه ترجع لك. بس لو اشتلتيها خالص، يعني انا ما بحبش الصراحه ان انا اشتري الدايره دي. انا بقطع ديت وبشتري الحته الزنخه اللي دي. اهم حاجه في الفتحه مكان اخراج البراز ديت ما تخليش اي جلده تحتها، بتبقى حته مدوره كده نشتري. وطبعا الفشه اللي هنا لازم نشتلها كده ونخلي الفرخه هنا. والحته اللي هم الناس بتقول عليها كبده، دي مش كبده يا جماعه، دي مش كبده. ديت حاجه زي طحال او كده بتلم السموم اللي في جسم الطيور، فبرضه ديت نشتلها. فاحنا بقى النهارده ان شاء الله مع بعض هنقضي اليوم كده مع بعض ونعيش احداثه مع بعض. واللهم صل على النبي. انا دلوقتي بعمل الفراخ وانا بعمل بقيه الحاجه، هقول لكم انا هعمل ايه. وهنا ما شاء الله انا غسلت بقى الفراخ زي ما انتم شايفين كده، بقت فله. يعني انا دلوقتي اخر حاجه نقعها بليمون، هنقعها قيمه 5 دقايق، وبعد كده اغسلها بميه واعلق عليها. الفراخ يا جماعه تتغسل بملح بليمون، بطحينه مثلا لو هي زفره قوي، بشويه دقيق، بطماطمايه، اي حاجه عندك، اي حاجه، كل ده بيضيع الزفاره. فانا دلوقتي نقعها شويه 5 دقايق كده، هاخدها من الميه اشطفها تاني بميه نضيفه خالص من غير اي حاجه، وبعد كده اعلق عليه. هنا ما شاء الله انا حطيت الفراخ بقى تتشوح اهي بعد ما غسلتها وخليتها زي الفل. وهنعمل جنب الفراخ ايه بقى؟ مكرونه بشاميل. انا بشوح اللحمه اهوت على ما طبعا اخرط البصل. يعني انا شوفوا بصل متقشر اهو هخرطه ماشي. وهنا انا معلقه ايه على نار المكرونه زي ما انتم شايفين كده. بصوا هو الفراخ انا مبحبش فيها افتكاسات كتير. يعني في ناس بقى بتقعد تحط جزر وفلفل ومعرقه، انا مبحبش كده. هي بصلايه وطماطمايه لو حابه تكون اللي هي حمرا، ومع شويه فلفل اسمر. انا بحب اكل زمان، بحب الاكل بطريقه امي، ما بحبش اخترع حاجات كتير. فانا عاملاها كده يا دوبك هشوحها بشويه فلفل اسمر وبصلايه واحط عليها طماطمايه، والله العظيم بتبقى جميله وزي الفل. امال بقى الافتكاسات التانية وما اعرفش توابل ايه وبتاع ايه، لا هي كده احسن حاجه، ودي الطريقه اللي انا اتربيت عليها. فهنعمل بقى مع بعض ايه واحده واحده كده. هروح اخرط البصل ونرجع تاني للحمه المفرومه. طالما فيها تقطيع بصل استسلمت وقعدت على الارض عشان اقطع الكميه دي كلها. انا طبعا خدت اللحمه كده تشويحه. انا بشوح اللحمه لوحدها علشان تطلع الدم اللي فيها وتطلع الزفاره اللي فيها. بشوحها وبعد ما تنشف واقوم حاطه عليها البصل كده زي ما انتم شايفين. البصل كتير، انا بحب البصل في الاكل. انا بحب البصل وعشان برضو يزود معايا ايه كميه اللحمه، علشان لما اجي اعمل المكرونه تبقى مغمسه نفسها كده. بحط بقى كمون، انا بحب اكتر التوابل، وهنحط فلفل اسمر. هو فلفل الاسمر انت ما جبتوش يا سلمى؟ كانت هي صار من جوه. دي توابل كده بتاعت لحمه.
هات الفلفل الاسمر، علبة الفلفل الاسمر. احط بهارات وفلفل اسمر وكزبرة بتخلي ريحة الاكل حلو. مش شرط تكتري يعني، حطي حبة صغيرين كده عشان الريحة. وطبعا هنحط الملح اللي مبنستغناش عنه في اي اكل. نحط الملح ونحط ده كله بقى على النار لحد ما يستوي. وطبعا برضو المكرونه اتسلقت ونقوم نعمل ده كله اساسا. ده بقى البشاميل. انا سلقت المكرونه وعصقت اللحمه والدور بقى على البشاميل. انا مش بحمر الدقيق، انا بعمله نايف نايم. يعني انا شفت شيف عامله ايه، حاطه اللبن على الشوربه على الدقيق على السمنه على التوابل على الجبنه الموتزاريلا على مرقه الدجاج، وبتحطه كده على النار وتقلبه داير ما يدور لحد ما يلف معاك زي نظام مثلا مهلبيه. هو ده كده. وعلى فكره الطريقه ديت جميله، ولا الدقيق بيكلكع ولا اي حاجه. انتوا لو خدتوا بالكم الدقيق اهوت والقطع دي الجبنه الموتزاريلا. فديت الصراحه احسن طريقه بالنسبه لي. ما شاء الله شايفين الشوربه عامله ازاي، ما شاء الله. فانا دلوقتي اما يتقل معايا هقلب ده على ده واعمل المكرونه ودحنا مع بعض واحده واحده. عاملين ايه حبايب قلبي؟ خلصنا بقى حفظ المكرونه كلها وقعدنا قعدتنا مبطنه كده على الارض علشان خاطر نعمل المكرونه. معلش بقى اللي انا كنت بصور الفيديو من اوله اللي ايدي بس اللي باينه، لان انا ما كنتش لابسه طرحه، لان ما كنتش طايقه نفسي اصلا، الجو حر خالص. فبسم الله الرحمن الرحيم. البشاميل كده انا خلصته وعملته بالطريقه اللي انا قلتها لكم. بعمله نايف نايم، انا مش بحمر الدقيق، وبتبقى الصراحه طريقه جميله. يعني انا شايفاها من شيف وعادي كلنا بنعلم بعض وبنتعلم من بعض، دي مش عيبه يعني. فانا هعمل ايه، احط اول طبقه مكرونه كده بسم الله. هو انا بجيب حاجه واسعه، حله واسعه، وبحط المكرونه فيها وبحط عليها بشاميل وبقلبها في بعضها. بس الحله الواسعه بتاعتي انا عامله فيها الفراخ، فما هيش فاضيه بمعنى اصح، فالجيش بيقول لك اتصرف. فانا هعمل كده شويه والنبي. لا شويه. بسم الله. نقلب بقى الطبقه اللي تحت ديت البشاميل. بس يا ساره وانت عامله زي الشيطان الرجيم كده عماله تشوش التلفزيون يا ساره. ساره اطفي التلفزيون. ايوه ماشي كده خلاص. قلبنا الطبقه اللي تحت اهي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. البشاميل اللي جه فيها كلها الجنب ده. بسم الله. نجيب بقى لحمتنا ونحطها. طبعا برضو ايه نفرد اللحمه. انا عارفه ان انتوا شطار واحسن مني ومعديني بمراحل، بس عادي اهو فيديو بنتكلم سوا. جايز انا بعمل بطريقه مختلفه عن الطريقه بتاعتكم، جايز الطريقه بتاعتي اسهل من الطريقه بتاعتكم. اطفي التلفزيون يا سما دلوقتي. طب على ما خلص يا سما. زي ما انتوا شايفين كده فردنا اللحمه بالطريقه ديت في المكرونه كلها. بسم الله. نحط حته كمان، احنا ناس كريمه ما احناش بخل، محدش هياكلها غيرنا يعني يا جماعه. بسم الله. نعمل ايه بقى عشان نقلب بقيه المكرونه في البشاميل؟ ننقص البشاميل هنا، نسيب حبه لان دي مصر، يعني لو حطيت البشاميل من هنا هيقع هنا. نسيب حبه عشان نقلب فيها المكرونه. هي مالها جبست كده ليه؟ عشان انت مش قادره تسيبي لي بشاميل. احسن. بسم الله. في سلمى عشان الفيديو ما يطولش كده. قلبت اهوت يا جماعه البشاميل في قلب المكرونه. نحط بقى الطبقه الثانيه. طبعا مش هحط المكرونه كلها، انا عامله حساب ان انا اعمل صينيه كمان. نعم. في سلمى كده على المفرد. حطينا الطبقه الثانيه ماشي. نحط بقى البشاميل بتاعنا.
مش أنا مش كتير بحب بس، أتقل وانا ما بحبش البشاميل. البشاميل كتير سيبه. علشان ما تبقاش جبس. الله. شوفوا تمشي كده في قلبها كده. طبعا هسيب حبه للصينيه التانيه. يعني هتسيبي حبه للصينيه ومش هتسيبي ليا؟ التانية بقى في انتوا كرشين. هتاكلوها في المكرونه. انا بحبه لوحده كده. انتوا لو عليكم ما شاء الله يعني. ما شاء الله. يا سلمى لما انا كده انا خلصت الكميه كلها. دي صينيه صغيره، دي طبعا مش لم ماشي، وعامله صينيه بطاطس كمان، دي برضو مش لم. ديت اللي قلت لكم ايه خلوا فيها لله ماشي. ديت بقى بتاعتنا نطلع نحطها في الفرن، والكركبه اللي حواليها ديت شيء طبيعي، كركبه يوم الجمعه، فنطلع بقى نحطها في الفرن. هي ربع ساعه باذن الله وتكون جاهزه ونتغدى ان شاء الله. ضفنا كده زي ما انتوا عارفين النظام. بسم الله الرحمن الرحيم. نولع بقى. قبل ما نولع الجناب نعدل حاجتنا. نحط صينيه البطاطس الاول. ما يجوا التلاتة. ونحط دمت باذن الله هيجي. ده فرن كبير مش زي اللي بره. ونحط دي ان شاء الله. بعدها بقى نولع الجناب. هاتي يا عسل. باي. ماشي يلا انزلوا روقوا بقى الشقه على ما انزل. لا احنا عاملين في المطبخ. طب يا رب يا رب، عاوزاها تبقى مفاجأة حلوة كده يا سام. نولع الورق. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ما انتي معاكي ولاعة. ما هي الولاعة ضعيفة بقى. خلاص كده نورب الفرن زي ما انتوا عارفين النظام. نوربه كده عشان الصهد الزيادة يطلع، وعشان الحاجة وشها ما يتحرقش. يستوي كده على نار هادية. الله بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده يعني خلاص حالا وهتطلع اهي. يعني ديت خلاص انا بقلبها كل شويه علشان ايه الجناب اللي على الطرف ديت تحمر. صينيه البطاطس اتسبكت جوه اهي، ودي برضو خلاص قربت تاخد اللون بتاعها اهي. ما شاء الله 5 دقايق وتكون الدنيا خلصانه. خلصتوا ترويق تحت؟ حمرت الفرخة. البنات روقت الصلاه وانت حمرت الفرخه. انا بقى هنا فوق، انا فوق بحط الحاجه ديت ومقسمه عليهم. سلمى تحمر الفرخه وسما وساره يروقوا الشقه. انا والله العظيم عاوزه اقول لكم ان انا حاسه ان النهارده عندي فرح ما شاء الله. يعني عملت كميه الاكل ديت مش عارفه بقى، يعني حاسه ان انا فرحانه كده عشان مخليها فيها حاجه لله. فاللي فيها لله والله العظيم يا جماعه ما بتغرقش. وتحسوا ان ربنا بيبقى مساعدك كده وانت بتعملي الحاجه، نفسك راضيه، نفسك مسامحه، تحس اللي في بركه كده في عيشتك. اعمليها بنيه، نيه اللي ربنا يفرجها عليكي، ربنا يهديلك عيالك، ربنا يفك كربك، ربنا يصلح حالكم، ربنا يهديكم، ربنا ييسر لكم اموركم. طول ما انت بتعملي حاجه سمي الله وقولي الحمد لله وانوي. يعني النيه الحاجه دي طالعه بنيه كذا. اي نيه عندك بقى، اي ظروف عندك انوي اللي الحاجه دي طالعه عليها، وربنا يحسن ظروفنا جميعا قادر يا كريم. انا هنزل بقى اشوف الشقه، مش هنزل حتى، انا هفضل انا هنا جنب الحاجه واخلي سلمى تصور لكم الشقه تحت كده. النهارده بقى يا جماعه احنا روقنا خلاص. ماما بقى تنزل تشوف المفاجأة زي ما انتوا شايفين كده. كده دي بيضة. سارة العسلة هي اللي روقت هي وسما. انا اللي عامله الكلامتين دول وبابا عمل دي معايا. وسما هي سما كنست كده حبه كده وبابا كنس بقى، وانا اللي عملت الزبادي. يلا ناخد الحاجات ونطلع عشان هناكل فوق. يس تعالوا معايا. دي بقى بسم الله ما شاء الله النتيجة النهائية زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله حاجات جميلة، حاجات تفتح النفس. مفيش تسلم ايدك يا ام عمر.
مفيش؟ طب تعالوا بقى اتغدوا معانا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام يا حبايب قلبي.